ما هي الدولة صاحبة أعلى معدل تحول جنسي في العالم؟ رجال تتحول لنساء ونساء تتحول لرجال. للوهلة الأولى ستقول أمريكا أو ألمانيا أو أي دولة أوروبية، ولكن ماذا إن قلنا لك أنها دولة آسيوية وهي دولة إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيعية؟ فإن كنت تعيش في دولة عربية خليجية بها الكثير من الإيرانيون، فقد تقابل رجلا إيرانيا ليس رجلا ولكنه أنثى لم تتحول لرجل بعد، وستجدها بشارب ولحية وجسد يشبه الرجال تماما بسبب هرمونات الذكورة التي يأخذونها. وإن صادفت سيدة جميلة وعجبت بها وأردت أن تتعرف عليها فاحذر، فقد تكتشف أنها رجل، سواء إن كان تحولا كاملا وأصبح أنثى أو تحول بشكله الخارجي فقط. إنها إيران بلد المتحولون جنسيا وزواج المثليين. قبل الثورة الإسلامية كان يمنع تماما بموجب قانون إيراني كل عمليات التحول الجنسي، وكانت تعتبر بمثابة جريمة كبرى جدا في إيران. وبعد قيام الثورة الإسلامية أرسل شابا يدعى فريدون إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية روح الله الخميني يشرح له معاناته من وجوده في جسد مخالف لطبيعته وميوله، مطالبا بفتوى منه بالموافقة على إجراء عملية التحول الجنسية. فكانت المفاجأة الكبرى التي لم يتصورها فريدون. المفاجأة جاءت في رد المرشد الذي بارك عملية التحول وقال في فتواه الرسمية: إذا أراد أحدهم تغيير جنسه الحالي بعدما شعر أنه عالق بجسد غير جسده، يحق له التخلص من هذا الجسد والتحول إلى جنس آخر، فقضية التغيير لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ودلل حديثه بأن القرآن الكريم لا توجد به نصوص صريحة تعارض ذلك. ويسافر فريدون إلى تايلاند لإجراء العملية، بل وتكلفت الدولة بنصف مصاريفها ليصبح فريدون أول متحول جنسي في جمهورية إيران الإسلامية، وتكون فتوى الخميني طوقا لنجاة العالقين جنسيا. وتتحول قصة فريدون إلى قصة أسطورية فتحت الباب أمام عشرات الآلاف من الإيرانيون للتحول الجنسي. وأصبحت إيران نفسها تقدم عروض السياحة العلاجية ليست لعلاجك من أمراض مستعصية، ولكن من أجل تحويلك للجنس المغاير. بل إن المستشفيات قدمت عروضا خرافية، وتجهزت المستشفيات بأحدث التقنيات والأجهزة، فتدخل رجلا كاملا وتخرج أنثى جميلة كأنجلينا جولي، وكل هذا مقابل 5000 دولار فقط. تتحمل الدولة نصفها إن كنت مقيما أو مواطنا. ويصل معدل المتحولين جنسيا بعام 2010 إلى 300 متحول سنويا، وفي عام 2019 وصل إلى 500 متحول. وأما في عام 2022 وبعد انتشار الخطاب المثلي حول العالم، وصل عدد المتحولين إلى 2000 متحول سنويا. وينص القانون الإيراني على إعدام المثليون جنسيا وعدم جواز زواج المثليين، لذا يلجأ أحدهم لإجراء عملية التحول سواء من أنثى لرجل أو العكس، ومن ثم يتزوجون بدعم ومباركة المرشد الأعلى لإيران شخصيا، بل أن أحيانا يوفد أحد الأشخاص من الحكومة بالهدايا والعطايا، مثل قصة حيدر وليلى. ليلى كان رجلا طبيعيا بشارب ولحية، حضر إحدى المؤتمرات عن التحول الجنسي وكان يرى نفسه كمثلي جنسيا ولكنه يخفي هذا. وهناك شاهد حيدر، وحيدر كان أنثى وقد أجرى عملية التحول الجنسي للتو، ومن هنا أحب الاثنان بعضهما البعض. وبسبب كون القانون يمنع العلاقات المثلية بزواج رجل لرجل، قام ليلى بتحويل نفسه إلى أنثى، وتزوجا في حفل صغير وسط مباركة الحكومة. وتتكلف خزينة الدولة سنويا ملايين الدولارات لدعم وتشجيع هذا النوع من العمليات، سواء في إيران وللإيرانيون أو للعالم، والتشجيع على سياحة التحول الجنسي، لتصبح إيران بحلول عام 2022 الدولة الأولى في العالم في التحول الجنسي متخطية تايلاند، بفضل فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الشيعية.